منير السيره بتاعت تحيا مصر. في الفيديو ده هتشوفوا حاجات اتحداكم ان انتوا شفتوها قبل كده، ان انتوا تدخلوا جوه المسرح وتشوفوا كواليس البروفات بتاعه المسرحيه. ربنا قادر على كل شيء. ما هو عشان الجيش يدخل الحرب نصبر لحد ميتها. لازم كل مؤسسات الدوله تكون مستعده مع الجيش. بالتهنئة بحلول شهر رمضان الكريم عاد الله علينا الناس الوقت ليه؟ يعني بالخير ده تنزل بيه عالي هنا لا قول يا استاذ حسين، مفيش خبر جديد في الجورنال. ايوه الحكومه اعلنت عن عمره رمضان. الله اكبر الله اكبر، عمره رمضان اخيرا اتكتبت لك يا معلم جابر وهتعمل عمره. ان شاء الله ان شاء الله مصر تفرح والحاره تفرح وكلنا نفرح ان شاء الله. بس انت قول يا رب. يا رب. بدكوا قفله. هي جدع عملت قفله. اهلا بيكم فيديو جديد من مهاريزم. النهارده انا واخداكم في فيديو مختلف جدا وحاجه مختلفه جدا لاول مره تشوفوها، وهي بروفات عرض مسرحيه عبور وانتصار اللي بتخلد ذكرى حرب اكتوبر. اول مره هتشوفوا الممثلين وهم بيعملوا بروفا للعرض، هتشوفوا المخرج وهو بيوجه الممثلين وبيعملوا كل الاستعدادات علشان تشوفوا العرض بالطريقه الاحترافيه اللي انتوا هتشوفوها دي. اشتركوا بالقناه ودوسوا على زر السبسكرايب الاحمر تحت الفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اجدد الفيديوهات اللي بنزلها، ولايك لصفحتي على الفيسبوك، تابعوني واعملوا لي فولو عليها، هسيب لكم اللينك في الديسكربشن بوكس. ويلا بينا بسرعه نتفرج على بروفات عرض مسرحيه عبور وانتصار. يا جماعه انا دلوقتي شايفه الفنان منير مكرم وهو قاعد، وهروح اصور معاه. هصور دلوقتي معاه واساله كام سؤال كده، ويلا بينا. الفنان منير مكرم، عايزه اعرف من حضرتك الاضافات الكوميديه اللي بتضيفها على الدور في عرض عبور وانتصار. طبعا احنا عارفين ان العرض في الاساس مش كوميدي. لا هو العرض وطني بس هو على مرحلتين يعني. في الاستاذ محمد عامل في جزء دوكيومنتري تسجيلي وبيتمثل اللي هو الجانب المصري والجانب الاسرائيلي. تمام. جنرالات مصر وجنرالات اسرائيل، المعركه دول بيجهزوا ازاي ودول بيجهزوا ازاي. بيبدا بالحاره. الحاره اللي هي الحاله النفسيه للشعب المصري في الاعداد للمعركه او للعبور او للخروج من الهزيمه الى النصر. عشان نقدر نخش الحرب شهر رمضان وننتصر. شهر مارس. احنا اول انتصار حديث في تاريخ الوطن العربي كان حرب اكتوبر 6 اكتوبر. فهنا احنا عاملين الحاره وعاملين الحاله النفسيه للشعب المصري ازاي بيجهز للمعركه. تمام. وازاي الشعب متفاعل وكده. فهي الفكره مش كوميديا بقدر ما هي حاجات لايت، بس هي عاجبه الناس. ما قلناش كده يا عم حسين، بس طالما ده حصل يبقى الجيش مش في نيته حاجه. يا ابراهيم ربنا قادر على كل شيء. يا عم جابر اديني عقلك. ايوه يديني عقلك دي. احنا شفنا الافيهات طبعا. بروفا كانت جميله جدا. ده هو الدور كله كان 7 8 جمل. تمام. بس احنا حاولنا نبسط المساله عشان ما يبقاش الجزء اللي هو التسجيلي لما ننقل على الحاره ما تبقاش برضو معلومات تسجيليه. تمام. فالناس تبقى قاعده عامله كده يقول لك ايه العرض ده. تمام. فالناس بتيجي تفاجئ ان هو عرض وطني، عرض فيه كم من الضحك، عرض فيه معلومات اول مره تتقال. بالظبط. يعني انا دايما اقول ان الشؤون المعنويه في القوات المسلحه في مصر اول مره في تاريخها ان هي اول الفيلم اللي احنا بنعمله اللي هو التسجيلي الدوكيومنتري ده الفيلم الحقيقي بتاع معركه اكتوبر.
ده مش البروفا. لان كل الافلام اللي هي متصوره في التلفزيون بتتذاع ده البروفا، لا ده المعركه الحقيقيه والشؤون المعنويه مديها لنا. هو الجيش اللي عايز يحارب يسفر ضباطه وعساكره بعيد عن ارض المعركه؟ دي بقى ابراهيم عنده حق يا معلم جابر، عنده حق طبعا، عنده حق. ما هو لا يعقل بصراحه انه الجيش والضباط والعساكر وكلهم يبقوا صايمين ويطلعوا الحرب، لا يعقل ابدا. ما هو ده اللي انا بقوله من الصبح، نقول طور تقول احلقوه، مفيش فايده. اوكي، هات بقى السينه اللي هي بتاعت تعبير السينه بتاعت تحيا مصر. يلا يا باشا تعالى هنا يا باشا. اللي هي هنا تعالى هنا اللي هو بتاع اول سكسين. لا في فايده، في فايده يا ابراهيم. ضربت ولا ايه؟ على ما تكون المؤسسات دي انا هقول حاجه جمله برضه انا بقولها في النص، بس جمله مهمه جدا، ان خلوا بالكم ان مصر عارفه وشايفه كل اللي بيحصل بس صابره، ومصر ممكن تيجي في خطفه زمن كده يا علي تعبر وترجع الاسامي والعناوين. ميرسي لحضرتك جدا، انبسطنا جدا في البروفا واستنونا في يوم العرض. يا رب تشرفونا طبعا، كل سنه وانتم طيبين. شكرا. بكره البروفا الساعه 6 المشاهد عسكريه، الساعه 8 بروفا كامله بالاضاءه بالمزيكا بكل حاجه بالاكسسوار بكل شيء. الدكتور هاني كمال، اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا، منورين. استمتعنا بالعرض المسرحي عبور وانتصار، اتفرجنا عليه وشفنا دور حضرتك فيه، فممكن تكلمنا عن الدور وعن المسرحيه؟ والله طبعا هي المسرحيه تاليف واخراج الاستاذ الفنان القدير محمد الخولي، وهي بترصد حالة ما قبل دخول مصر حرب 73. وطبعا قبل دخول الحرب كنا احنا من قبلها كان في نكسة 67، فطبعا انتاب الشارع المصري حالة من حالات اليأس وان احنا مش هنقدر، وفقد الشارع المصري بكل سكانه الا القليل طبعا اللي منهم عم حسين اللي كان عنده امل في جيشه وعنده يقين ان العوده حتميه وان احنا هننتصر. يا ابراهيم حرام عليك اليأس اللي انت فيه ده، انا مستحملك بقالي فتره يا اخي. الله، انت ايه يا ابراهيم؟ انت مش مصري يا اخي، هو انت مش وطني؟ لا، مصر وطن زي اي واحد في الحاره دي يا عم حسين. لا يا ابراهيم، انت لا يمكن تكون زي ولا زي اي واحد في الحاره دي. كان الشارع المصري وقتها نتيجه مجموعه من الاحباطات تسرب اليه اليأس يمكن بشكل كامل جدا جدا، واصبح في معنى كده انه احنا مش هنقدر خلاص. يعني بعد نكسة 67 يعني مصر لم تعد قادرة، وطبعا يعني العدو كان بيعمل على ده، وكل كمان اللي بيعاونوا العدو في ان هم يعني يصدقوا هذه الافكار السلبية الى اخره. فبترصد حال الشارع المصري اللي هو من خلال الحارة دي فيها مكتبة بتاعت راجل بسيط لكنه راجل مثقف ويعلم شؤون مصر كويس جدا ويثق في وطنه وفي جيش وطنه اللي هو عم حسين اللي انا بتشرف ان انا بلعب دوره. في شخصية معانا في الحارة واحد يائس جدا اسمه ابراهيم، طول الوقت بيقول مفيش فايده مفيش فايده مفيش فايده، اللي هو يعني ايه الراعي الرسمي لتسريب حاله اليأس للناس، ودول كانوا كتير بقى وقتها، ودول انتوا شفتوا جزء من الطاقه السلبيه، ده اللي بقى عمال يصدر طاقه سلبيه. لا احنا مش عايشين، احنا ميتين، وقليل البخت يلاقي العظم في الكرشه، وعلى راي ساعه زغلول مفيش كرشه، قصدي مفيش فايده. اقفل خشمك يا ابراهيم، لا في فايده. انه الجيش والضباط والعساكر وكلهم اديني عقلك يبقوا صايمين ويطلعوا الحرب. ايه الغلب اللي احنا فيه؟ ايه؟ الصبر مفتاح الفرج. مفيش فايده. في فايده يا ابراهيم، في فايده. مفيش فايده. فكان المقابل بتاعه عم حسين صاحب المكتبه. هبدأها من هنا. يا معلم جابر، ما هو عشان الجيش يدخل الحرب
لازم كل مؤسسات الدوله تكون مستعده مع الجيش عشان نقدر نخش الحرب وننتصر. لأن مصر طبعا هي صاحبة أول جيش نظامي في العالم كله، فمصر طبعا قوية بجيشها. وأنا أعتقد يعني إنه العرض بيقول كلمة حقيقية ما فيهاش مجاملة، لأن الجيش المصري على مر العصور هم خير جنود الأرض، وهم اللي سطروا يعني تاريخ من الأمجاد ومن البطولات إلى أن تأتي لحظة النصر، كما كان عبد حسين صاحب المكتبة بيقول إن شاء الله هنحارب وهننتصر، هنحارب وهننتصر. وبالفعل مصر في 73 حاربت واستردت الأرض وانتصرت. يا ابوي أنا فاهم كل حاجة، بس المؤسسات دي على ما تجهز نكون احنا متنا واتكلنا على الله. هو ده اللي أنا عايز أقوله بالظبط. موت يا حمار لما يجي لك العليم، وعلى رأي سعد زغلول مفيش عليم، قصدي مفيش فايدة. لا في فايدة، في فايدة يا ابراهيم، في فايدة. خلاص انت هتضربني ولا ايه؟ ايوه يا ابراهيم، في ايه؟ في ايه؟ ما احنا مش هنقعد في الحالة دي. بلد تعدادها 30 مليون نسمة، مش هيقدروا على 3 مليون. ايه الغلب اللي احنا فيه ده؟ لو الجيش مش قادر يحارب بلاش، هيسيبوا التلامسة اللي في المدارس والجامعات اللي عاملين مظاهرات في كل حتة يحاربوا. التلامسة دول يمسكوا ال3 مليون دول يموتوهم، يفرتكوهم، يخلصوا عليهم. اهدى يا معلم جابر، ما تخليش ابراهيم يعصبك. الصبر يا اخويا، الصبر مفتاح الفرج. نصبر لحد ميتها، ده احنا عايشين زي الميتين. لا احنا مش عايشين، احنا ميتين. وقليل البخت يلاقي العظم في الكرشه، وعلى راي سعد زغلول مفيش كرشه، قصدي مفيش فايده. اقفل خشمك يا ابراهيم، اقفل خشمك. مفيش مصري وطني اصيل يقول كده. مصري الوطن الاصيل يقول مصر دي امي، مصر دي افديها بدمي. مصري الوطن الاصيل يقول مصر دي نور عينيا، ايوه نور عينيا. تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. اخدت السكسين؟ لا مصر اللي خدت السكسين. سقفوا النبي، تحيا مصر، تحيا مصر. السقف يا عم ده السودان، تحيا مصر. 2 سكسين والثالث هو كمان، تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر. مش هم 3 سكسين؟ برضه مفيش فايده. ايه مفيش فايده؟ ان شاء الله في فايده باذن الله. جيشنا هيدخل الحرب وهيحارب وهينتصر. بس انتوا قولوا يا رب. شكرا كده. تمام يا جماعه؟ تمام. ميرسي لحضرتك جدا. وبعد كده دعت للسلام، لأن هي دولة حرب حينما تحمي أراضيها، ودولة سلام حينما يفتح الآخرون أيديهم للسلام. فدايما وأبدا مصر تظل يعني مقبرة للغزاة لمن أراد بها شرا، وفي نفس الوقت هي يعني صاحبة القلب الكبير التي تدعو دائما للسلام والمحبة ما بين الشعوب. وهو ده يبدو أنه قدر مصر، ومصر هتظل كده على طول. ميرسي جدا لحضرتك ومبروك على العرض. الله يبارك فيك، ونورت وشرفته. أهلا وسهلا. عقبال ايه؟ انا مش هتجوز الا لما ابقى ظابط. ياه ظابط كده مره واحده؟ ايوه علي قال لي لما تبقى ظابط هتروح حاجه وهتدافع عن البلد. ان شاء الله يا سمير تكبر وتبقى ظابط وتدافع عن البلد. تفتكر يا ورده علي هيحارب خلاص وهيقلب اسرائيل؟ ان شاء الله يا سمير. وبعدها هتتجوزوا؟ ده الحلم اللي بحلم بيه انا وعلي بقالنا 6 سنين. اكيد، يبقى اكيد هيهزم اسرائيل واكيد هتتجوزوا، بس انت قولي يا رب. يا رب.